تخيل معايا كده تصحى في يوم تلاقي ان في حاجه بتسيطر على جسمك وبتتحكم فيك، بتخليك تعمل حركات غصب عنك وتجبرك ان انت تعمل حاجات انت نفسك مش عايز تعملها. بكل بساطه كانك بتتحول لزومبي. هو ده نفس اللي بيعمله فطر الكورديسيبس ولكن مع الحشرات. بيبدا فطر الكورديسيبس حياته كيرقات صغيره، بيبدا ان هو يصيب الحشره ويتوغل جواها، ويبدا بعد كده رحله السيطره على عضلاتها واعصابها والتغذي على الانسجه بتاعتها، وبعدها يبدا يجبر الحشره دي ان هي تتحرك وتروح لمكان ظروف المعيشه فيه مناسبه. فطر كده عنده مزاج، ما يقعدش في مكان الا لما يكون كل الظروف المحاوطه بيه بتخدم عليه، درجه حراره معتدله، رطوبه مظبوطه، وموجود كل المواد الغذائيه اللي هو ممكن يحتاجها. وبمجرد ما يوصل للمكان ده بيقتل الحشره ويستخدم الجسم بتاعها كبيت للنمو علشان يقدر ان هو يكبر ويتكاثر وينتشر مره اخرى ويصيب حشرات اكتر واكتر. لا تخافوا ولكن احذروا. الجميل في الموضوع ان الفطر ده ما بيقدرش يصيب الانسان ولا يتحكم فيه زي ما بيعمل في الحشرات، بل اننا بنقدر ان احنا نستخلصه ونستخدمه في اغراض طبيه وعلاجيه كتيره جدا، وكمان سعر الكيلو الواحد منه بيوصل لعشرات الالاف من الدولارات. ولكن تفتكر هيحصل ايه لو قدر بعض الاشخاص ان هم يجيبوا الفطر ده ويعدلوا عليه جينيا بهدف السيطره والتحكم على البشر؟ انا الدكتور مصطفى فرحانه، ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.